السلام عليكم متابعي الكرام. كلمة واحدة من قالها 3 مرات في السجود غفر الله عز وجل كل ذنوبه قبل أن يرفع رأسه من ذلك السجود. لكن قبل البدء صلوا على نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وضع رجل جبهته لله ساجدا فقال: يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي 3 إلا رفع رأسه وقد غفر له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت ليلتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا به ساجدا كالثوب الطريح فسمعته يقول: سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، رب هذه يدي وما جنت علي نفسي، يا عظيما يرجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم. ثم قال: إن جبريل عليه السلام آتاني فأمرني أن أقول هذه الكلمات التي سمعت فقوليهن في سجودك، فإنه من قالها لم يرفع رأسه حتى يغفر له. وما سجد أحد لله عز وجل سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحطت عنه من خطاياه. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحطت عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. وقال رجل لثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة، فسكت مليا ثم التفت إليه فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فما أعظم هذا الدين وما أرحمه بأتباعه بكلمات يسيرة تغفر الذنوب وترفع بها الدرجات. وإذا أتممتم مشاهدي الكرام هذا المقطع فلا تحرموا أنفسكم أجر مشاركته، فالدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.